لو فاكر ان حرب اكتوبر بدأت يوم 6 اكتوبر 1973 فانت كده بدأت الحكاية من اخر فصل، لان الحقيقة ان اول طلقة في طريق اكتوبر اتضربت قبل الحرب ب6 سنين. بعد يونيو 1967 مصر كانت في واحدة من اصعب اللحظات في تاريخها الحديث. قناة السويس اتقفلت وسيناء احتلت ومدن القناة اتأثرت بالحرب، واعداد كبيرة جدا من اهلها اضطرت تسيب بيوتها، والجيش المصري خرج من الحرب وهو محتاج يعيد بناء نفسه من جديد. لكن هنا بدأت الحكاية. مصر ما استنتش لحد 1973 علشان تبدأ تستعد، ده من بعد النكسة مباشرة بدأت رحلة طويلة اسمها حرب الاستنزاف. انا عارف ان كلمة حرب الاستنزاف دي انت سمعت عنها كتير، والرحلة دي هي اللي هتفهمنا ازاي مصر وصلت في النهاية ليوم 6 اكتوبر. فخلينا نرجع بالزمن ل 5 يونيو 1967. الحرب بدأت، وخلال ايام قليلة حصل تغيير ضخم في خريطة المنطقة، ونحن قد رفضنا. ووقتها وزارة الدفاع المصرية في الوثائق المنشورة عن حرب اكتوبر بتذكر ان حرب يونيو هي اللي ادت لاحتلال سيناء واغلاق قناة السويس، وان القوات المسلحة المصرية فقدت جزء كبير من معداتها خلال الحرب. لكن في حاجة اهم من كل الارقام دي، وهي ان مصر دخلت بعد الحرب في موقف جديد تماما. اسرائيل بقت موجودة على الضفة الشرقية للقناة. يعني تخيل معايا، القناة اللي كانت زمان خط مائي بيفصل بين مصر وسيناء بقت دلوقتي خط المواجهة. ومن هنا بدأ السؤال الكبير، هنرجع سيناء ازاي؟ هنرجعها بالسياسة ولا بالقوة ولا بالاتنين مع بعض؟ والإجابة في البداية عند القيادات المصرية كانت واضحة جدا، لازم الجيش يرجع يقف على رجليه الأول. بعد النكسة الموضوع ما كانش مجرد انك تقول للجيش يلا يا رجالة نستعد لحرب جديدة. حضرتك انت عندك معدات محتاجة تتعوض، وتنظيم محتاج يتراجع، وتدريب محتاج يتطور، وسلاح الجو محتاج اصلا يتبني من جديد. والاهم من كل ده ان لازم الجند المصري يستعيد ثقته بنفسه. وهنا بدأت مرحلة إعادة بناء القوات المسلحة، وفي نفس الوقت بدأ يحصل احتكاك عسكري على طول قناة السويس. يعني كده الحرب ما انتهتش بالنسبة للمصريين بمجرد إعلان وقف إطلاق النار. الهدوء النسبي على الخريطة ما كانش معناه إن كل حاجة انتهت. بعد أسابيع قليلة من النكسة حصلت واحدة من العمليات اللي كان ليها تأثير كبير جدا على معنويات المصريين، معركة رأس العش. في الأول إسرائيل كانت بتحاول تتحرك ناحية الجنوب على الضفة الشرقية للقناة اللي هي في اتجاه بور فؤاد، وهنا حصلت مواجهة مع قوة مصرية صغيرة، والنتيجة كانت مهمة جدا من الناحية المعنوية، لأن القوات المصرية قدرت توقف التقدم الإسرائيلي في المنطقة. ودي رسالة بدأت تظهر إن الجيش المصري لسه موجود وواقف على رجله. وخد بالك لأن دي كانت بداية مهمة جدا في استعادة الثقة. وبعدها حصل حدث أشهر بكتير، المدمرة إيلات. 21 اكتوبر 1967 تم استهداف المدمره الاسرائيليه ايلات، والحادثه دي كانت واحده من اشهر الاحداث وقتها. لكن بعيدا عن التفاصيل العسكريه، الاهم بالنسبه لنا في القصه هو تاثيرها. المصريين كانوا خارجين من هزيمه مؤلمه جدا، وفجاه حصلت عمليه كبيره ضد قطعه بحريه اسرائيليه. طبعا بدا يظهر احساس جديد، ممكن نواجه، ممكن نرجع تاني. وده طبعا مهم جدا، لان الحروب مش بس معدات وخطط، الحرب كمان معنويات وثقه واراده. ومع الوقت المواجهات على القناة زادت، وإسرائيل بدأت تبني تحصينات على طول الجبهة. ومع مرور الوقت ظهر حاجة جديدة اسمها خط بارليف، سلسلة من التحصينات والمواقع الدفاعية على الضفة الشرقية للقناة. والفكرة الإسرائيلية إن القناة نفسها بتمثل مانع طبيعي ضخم، ومع التحصينات بقى عبورها في وقت الحرب حاجة صعبة جدا. لكن مصر كانت بتفكر في حاجة تانية، إزاي نحول القناة من حاجز لبوابة للعبور. وده سؤال على فكرة هنرجع له بالتفصيل في حلقات جاية. لكن قبل ما نوصل لأكتوبر كان لازم مصر تخوض معركة طويلة جدا. في 23 يوليو 1969 أعلن الرئيس جمال عبد الناصر رسميا بداية مرحلة جديدة من المواجهة، اتعرفت باسم حرب الاستنزاف. والاسم نفسه بيوضح الفكرة. مصر كانت عايزة تستنزف قدرة إسرائيل على الاحتفاظ بموقعها على الضفة الشرقية للقناة، وكمان تضغط عليها عسكريا، وفي نفس الوقت تدي الجيش المصري فرصة مهمة جدا، التدريب الحقيقي تحت ظروف الحرب. يعني بدل ما الجندي يتدرب في ميدان بعيد عن العدو، بقى عنده جبهة حقيقية، قناة السويس قدامه والطرف التاني موجود. كل يوم في خبرة جديدة، وكل اشتباك بندرس منه، وكل خسارة بتكشف نقطة محتاجة تتعالج. بس لازم نقول الحقيقة كاملة، حرب الاستنزاف ما كانتش فيلم أكشن،
كان فيها شهداء وخسائر وضغط كبير جدا على الجنود والمدنيين. من اشهر الشخصيات اللي ارتبط اسمها بحرب الاستنزاف الفريق عبد المنعم رياض، رئيس اركان حرب القوات المسلحه المصريه وقتها. وفي 9 مارس 1969 كان الفريق عبد المنعم رياض موجود على الجبهه لمتابعه العمليات بنفسه، وخلال وجوده في منطقه القناه اتعرض الموقع للقصف الاسرائيلي، وللاسف استشهد الفريق عبد المنعم رياض، وموته كان صدمه كبيره وقتها. لكن في نفس الوقت بقى اسمه رمز من رموز المرحله دي، لانه هو اللي اختار بنفسه ان يكون موجود في الخط الامامي ويتابع القوات. مع استمرار حرب الاستنزاف المواجهه ما بقتش مقتصره على القناه، الغارات الجويه الاسرائيليه زادت بشكل كبير جدا، والضغط على المدن والمناطق القريبه من الجبهه كان كبير، وده خلق تحدي جديد، ازاي تحمي السماء. وهنا يظهر واحد من اهم الفصول في القصه كلها، قوات الدفاع الجوي. مصر بدات تبني شبكه دفاع جوي، وكان من ابرز الاسماء المرتبطه بالمرحله دي الفريق محمد علي فهمي. والفكره ببساطه اسرائيل كانت متفوقه في مجال الطيران، فمصر محتاجه تقلل تاثير التفوق ده. ومع وصول دعم عسكري من الاتحاد السوفيتي وتطوير منظومه الدفاع الجوي في مصر، بدات مصر تنقل وحدات الصواريخ المضاده للطيران ناحيه الجبهه. وفي 30 يونيو 1970 وصلت عملية بناء حائط الصواريخ لمرحلة مهمة في حرب الاستنزاف، وده كان مهم جدا لأن مصر بدأت تخلق منطقة حماية أقرب للجبهة. وفي صيف 1970 كانت حرب الاستنزاف وصلت لمرحلة جديدة التعقيد، المواجهات مستمرة والخسائر شغالة، والولايات المتحدة دخلت بشكل أكبر في محاولة للوصول إلى وقف إطلاق النار. وفي النهاية دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 7 أغسطس 1970، وانتهت مرحلة حرب الاستنزاف اللي استمرت لسنوات بعد حرب يونيو. وبتؤكد الوثائق الأمريكية إن وقف إطلاق النار في أغسطس 1970 أنهى الحرب المصرية الإسرائيلية اللي استمرت 3 سنين. لكن هنا المفاجأة، وقف إطلاق النار ما كانش نهاية القصة، ده كان بداية مرحلة جديدة، لأن بسبتمبر 1970 اتوفى جمال عبد الناصر ومسك الحكم أنور السادات. والراجل ده كان قدامه ملف ضخم جدا، قناة السويس واقفة وسيناء محتلة، والجيش محتاج لسه يطور خطته وقدراته، والحل السياسي ما جابش النتيجة المطلوبة. فبدأت القيادات المصرية الجديدة تتحرك في اتجاه واضح، لازم يبقى عندنا قدرة حقيقية على تحرير الأرض. ومن هنا بدأنا نخرج من مرحلة إعادة بناء الجيش لمرحلة إعداد الجيش للحرب. تعال بقى نبص للصورة من بعيد. في يونيو 1967 مصر تعرضت لهزيمة قوية جدا، وبعدها حصلت إعادة البناء، وبعدها رأس العش، بعدها طلعنا على إيلات، وأخيرا حرب الاستنزاف، واستشهد عبد المنعم رياض، وطورنا الدفاع الجوي، وقعدنا سنين من التدريب والقتال الحقيقي. ولما ابتدينا نخش في السبعينات كان الجيش المصري دخل مرحلة مختلفة تماما. الجيش اللي هيدخل حرب اكتوبر 73 مش هو نفس الجيش اللي خرج من حرب 67. 6 سنين كاملة من اعادة البناء والتدريب والتجربة، خسرنا كتير واتعلمنا اكتر. وعشان كده لما تسمع يوم 6 اكتوبر الساعة 2 الظهر بدأت الحرب، افتكر ان الساعة دي ما كانتش بداية الحكاية، دي كانت اللحظة اللي ظهرت فيها نتيجة 6 سنين من التحضير. والحكاية لسه ما خلصتش، لان السؤال اللي جاي اخطر بكتير، ازاي مصر قدرت تخلي اسرائيل تتفاجئ بالحرب رغم ان الجبهة قدامها؟ وده موضوع الحلقة الجاية، ودي اول حلقة في سلسلة حرب اكتوبر. وعلشان تتابعنا في اللي جاي ما تنساش اللايك والفولو علشان تعرف تاريخك مع احمد عبده. لابد ان نعترف بالجدارة والاداء اللي قامت به قواتنا الجوية في الضربة الاولى، ومهدت لكل هذا الانتصار الرائع.